مش المثل بيقول لك من 10 قوم صار منهم؟ هنا أنت إذا رافقت 5 أشخاص واثقين من أنفسهم فأنت ستصبح أنت السادس. وإذا رافقت أنت 5 مليونيرات فأنت هنا راح تكون الشخص السادس. ولكن إذا رافقت 5 أغبياء فستكون أنت مثلهم وستكون أنت الشخص السادس. ومثل ما قلت لك في البداية المثل بيقول لك من عاشر القوم صار منهم. أنت عشرت أغبياء فصرت أنت مثلهم، راح تصير مثلهم. عشرت ناس مليونيرات راح تصير مثلهم. عشرت ناس واثقين من أنفسهم راح تصبح مثلهم، لأنه من عاشر قوم صار منهم. فأنت شوف هتعاشر مين وراح تكون منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبعدنا عن الأغبياء. إذن فمستقبلك هنا يعتمد على اللي راح أنت ترافقهم. إذا أنت رافقت 5 أشخاص واثقين من أنفسهم فتصبح أنت الشخص السادس الواثق من نفسه. مليونيرات راح تصبح أنت الشخص السادس من أشخاص المليونيرات. فأنت شوف مين رافقت ومين تعتمد على مين في مستقبلك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أنت كنت من هذه الأشخاص اللي قلناهم بعيد عن الأغبياء فأنت راح تكون بإذن الله سبحانه وتعالى منهم ومثلهم.